عارفه يا دكتور اسوأ حاجه ايه؟ ان انت تكوني مش حره، محبوسه، تحسي ان انت متكتفه بين 4 حيطان. كان مانع ان انا اخرج او اشتغل، حتى اهلي وصحابي كان مانع ان انا اشوفهم. الغريبه ان انا كنت بقول له حاضر هوامرك، باعتبار يعني ان البنت في مجتمعنا متربيه ان هي وهي في بيت اهلها بتقول لهم سمعا وطاعه، وتروح بيت جوزها وتقول له برضه سمعا وطاعه. كنت متخلفه. لا، بس التمرد في الوضع اللي زي ده لازم يحصل. لما بنت تبقى عايشه في مجتمع زي ده لازم تتمرد عليه. انا كنت اول مره اعيش حياتي، كنت اول مره اشوف دنيا غير الدنيا اللي انا كنت عايشاها. اشتغلت، اتبهدلت، اتبهدلت واتمرمطت كمان، بس مبسوطه. مبسوطه وانا حاسه بقيمتي، مبسوطه وانا حاسه بكياني. انا اول مره في حياتي ان قراري يكون طالع مني قراري انا، قرار انا اللي باخده. يلا يا بنت قومي، تعالي كده نخرج نتفسح ولا نشم نفسنا ولا حتى نسافر بره. يلا يلا قومي اصبغي شعرك، يلا قومي غيري ستايلك، طب تعالي نجرب شغل جديد عشان يبقى معاكي خبره اكتر. جربت حاجات كتير. هو انا لوحدي وبتضايق ان انا لوحدي، بس مش بتضايق من نجاحي. كل ما افتكر ان انا لوحدي ومتضايقه كل ده بيهون عليا لما بنجح وبعلى اكتر. عارفه، كل يوم بالليل بموت من الوحده، بس اول ما افكر ان انا ممكن اشوف نصيبي في حته تانية او اجرب حتى نصيبي تاني بترعش، بخاف، بحس ان انا ممكن ارجع اتحبس تاني. اصل هو يا راجل يشيلني من على الارض شيل، ويقدر نجاحي ويبقى عايزني انجح اكتر واكتر وما يخافش من نجاحي ده، يا اما بلاها. اصل انا لسه مش هقف لحد هنا، هنجح اكتر وهسعى اكتر، وحتى مش هوقف عليك. انا مش متضايقه ان انا لحد دلوقتي في حاجات نفسيه بتاثر عليا من اللي مر بيا زمان. اللي مر زمان ده هو اللي موصلني للي انا فيه دلوقتي. هفضل اتعالج لحد ما اكون احسن واقوى من كده.